السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد مكملة معاكم في سلسلة جهاز العروسة. النهاردة الجزء الثاني من البيجامات والأفكار المختلفة المتنوعة. النهاردة الفيديو مختلف شوية بأفكار مختلفة، مش مجمعة لكم حاجة واحدة أو فكرة واحدة في فيديو واحد، لأن زي ما قلت لكم قبل كده هي شنطة كل حاجة كانت بتيجي غلط مش في مكانها كنت بجمع فيها. فالفيديو ده مختلف شوية، مجمع مجموعة من البيجامات بأفكار مختلفة وأشكال مختلفة، مش بس فكرة واحدة. الفيديو كده متنوع ولذيذ وأفكار وأسعار مختلفة. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان مطولش عليكم وأقول لكم ايه البيجامات معايا النهاردة. طيب أول بيجامة معايا بنات النهاردة هي البيجامة دي. هو ده كده شكلها. هي بنات بصوا، هي فيها ورد كده وشغل كتير زي ما انتوا شايفين اهي، وهي كانت ب120، بقالها وقت كده طويل بصراحة، مش فاكرة من امتى، بس هو ده كده شكلها. وهي من البيجامات العملية جدا بقى، تلبسيها وانتي بتنضفي، تلبسيها وانتي بترتبي بتجهزي اكلة كده تقيلة في المطبخ، وحابة ان انتي ما تلبسيش حاجة تبقى يعني عملية كده في البيت. هو ده كده شكل البنطلون. الخامة بتاعتها طرية والله وناعمة وحلوة جدا، وفي اخر البنطلون هنا اسورة. هو ده كده شكل البنطلون، ده كده شكل البنطلون بتاعها. بسم الله. وده كده شكل التوب اهو يا بنات، بصوا هو ده كده شكل التوب. وفي هنا شريط كده بتتربط من عند الكم، نص الكم كده بتاعها، وهنا برضه واخده من البنطلون. وده شكل الورد اللي فيها، شكلها حلو جدا بصراحه، وبيجامه كده عمليه ليكي في البيت، اي وقت تحتاجيها على طول تلبسيها كده تحفه. هو ده كده شكلها. وانتي حاولي في بيتك ان شاء الله تنسقي كده لبسك، تخلي حاجات لوقت معين، وحاجات للشياكة، وحاجات للترتيب والتنظيف، وحاجات للطبخ وريحة المطبخ والكلام ده، لان بصراحة الحاجات دي بتحافظ او الفكر ده او النوع ده من التفكير يعني بيخليكي تحافظي على حاجتك اكتر وقت ممكن، وبتميزك يعني فاهمة، بتخليكي كده مميزة، وكل وقت عندك ليه حاجته يعني. كمان يا بنات جبت البيجامة دي، هو ده كده شكلها. انا جبت منها اللون الموف علشان حبيت فيها اللون الموف يعني. بصوا يا بنات، هو ده كده شكلها. بسم الله. ده كده شكل البنطلون، ولونه حلو قوي بصراحة بالنسبة لي، هو سادة كده. هو ده كده شكله خطير، انا بعشق اللون ده بدرجاته طبعا، اكيد عرفتوا عني المعلومة دي خلاص. وده كده شكل التوب. حاول بس اعدله عشان اوريهولكم اهو. بصوا يا بنات، هو ده كده شكله. هو انتي بتلبسيه ودي كده شايفين دي يعني منفصلة كده، بتبقى على الكتف. وده شكل التوب مكتوب عليه جير، فشكله حلو قوي بصراحة. وهنا في القصة دي زي ما انتوا شايفين كده، شكلها خطير برضو، عجبتني كده، شكلها حلو قوي بصراحة، مختلفة. وانا اي حاجة مش تقليدية خصوصا في الحاجات البيتي بحبها جدا، بحب كده ان يبقى شكلك مختلف وكل مرة بشكل جديد، وحد يسألك الله هي الحاجة دي انتي جايباها منين، عارفين الناس دي بحبها جدا. وكمان جبت البيجامة دي يا بنات، دي كان سعرها من فترة ب110. هو ده كده شكلها. انا جبت منها اللون الاورنج ده او سيمون شوية. بصوا بقى، بنطلون اسود وايه. بصوا يا بنات، هو ده كده شكل البنطلون اهو. في هنا دواير، الدواير دي مفتوحة، بصوا
بدخل فيها ايديا، شايفين هو مفتوح كده يعني من على الجناب، بيبقى بالشكل، ثانية كده اوريهولكم اهو، بيبقى مفتوح كده من على الجناب بالشكل ده، بس ناحية واحدة، الناحية التانية عادي اسود سادة. ده كده فكرة البنطلون. اوريهولكوا بقى بالطول بتاعه، بسم الله اهو يا بنات. بصوا الدايرة دي بقى بتبقى مفتوحة على طول الرجل بس كده، والناحية التانية سادة اسود عادي. ده كده البنطلون بتاعها، والتوب بتاعها هو ده كده شكله كده حمالة اهو، وفي التلات دواير دول مفتوحين كده، ومكتوب هنا I love. شكلها برضو حلو، خطيرة في اللبس، وخامتها طرية قوي، اللي هي الخامة الجل، انا بحبها جدا بصراحة. تعالوا بقى اوريكوا البيجامة اللي بعد كده. كمان يا بنات جبت البيجامة دي، بصوا هي غريبة شوية وبرمودا، هو ده كده شكلها اهو. دي سعرها كان 100 جنيه، وبرضو من فترة. ثانية واحدة كده اوريها لكم، هي برمودا. ده شكل البنطلون بتاعها اهو يا بنات، بصوا هو ده كده شكل البنطلون، عليه الرسمة الغريبة دي مش فاهمة معناها بصراحة، وهي من فترة كبيرة قوي. وفي الاسورة دي لون مختلف، واخدة من لون التوب يعني. وده شكل التوب بتاعها، هو عادي جدا بنص، وهنا مفتوح على الكتف، وفي نفس الرسمة الغريبة. تمام، بالرغم ان انا يعني تعرفوا ان انا ما بحبش البس حاجة فيها رموز او حاجة زي كده، ما اقدرش افهم معناها، بس يعني تمام مش مشكلة، ممكن تكون مجرد رسمة يعني. تمام، هو ده كده شكلها، وكانت ب100 جنيه. حلوة قوي برضو، الخامة بتاعتها خطيرة، جل كده وطرية. تعالوا اوريكم اللي بعد كده. بصوا يا بنات جبت دي، مكتوب عليها اهو زي ما انتوا شايفين، كانت ب120. هو ده كده شكلها، واهي ب120 جنيه. هو ده كده شكلها تحفة بصراحة. اديداس بقى وكده، انا بعشق اي حاجة يبقى فيه حاجة رياضية او كده. ده كده فين شكل البنطلون اهو، هو احمر كده، وفي خط اسود من على الجنب، ومكتوب هنا اديداس، وهنا برضو في نفس الخط الاسود بالشكل ده كده. والباقي البنطلون عادي سادة. ده كده البنطلون، وده الجزء اللي تحت ده كده بيبقى جزء قصير، اللي هو بيبقى ظاهر جزء البطن. بصوا هو شايفين طوله قد ايه، هو ده طوله يعني حرفيا شبر تقريبا، او اكتر من شبر بحاجة، شبر ونص حاجة كده يعني. هو ده كده، وبيبقى تحت بيبقى عليه الجزء ده بالشكل ده كده، وعليه رسمة هنا اديداس، وورا مكتوب اديداس. هوريها لكم في لبس عشان تفهموها اكتر. اهي بتبقى عاملة كده. تمام، تعالوا بقى اوريكم اللي بعد كده. بصوا يا بنات كمان جبت البيجامة دي من ماركة اسمها MH. هو ده كده شكلها، هي بيجامة عملية جدا جدا يعني. بصوا هو ده كده شكل البنطلون بتاعها اهو، هو كده مرسوم عليه الدبدوب ده والخطوط دي، وباقي البنطلون سادة عادي باللون الاحمر كده. هو ده كده تمام.
وده كده شكل التوب بتاعها اهو. في هنا الياقة دي، وهو هنا بسوستة ومرسوم عليه الدبدوب ده، وفي الحروف دي لما نجمعها تبقى كلمة فلاور، وبرضو فيها الدبدوب والخط الابيض ده. بيجامة عادية جدا تقليدية جدا ما فيهاش اي فكرة بصراحة، بس برضو يعني في وقت من الاوقات كده هتحتاج ان انتي تلبسي حاجة زي دي، هتبقى كويسة معاكي. يلا بقى اوريكم البيجامة اللي بعد كده. كمان يا بنات جبت البيجامة دي، هو ده كده شكلها. هفتحها كده معاكم، برضو هي بيجامة قطن كده. ده كده شكل البنطلون اهو، هو نفس كل حاجة، الشكل ده مكمل لاخر البنطلون تمام. وده كده شكل التوب اهو، مرسوم عليه القطة الكيوت دي، وهنا حوالين الرقبة. هو ده كده شكله. هقفله كده معاكم بسرعة، وهعمل بقى جزء كمان اللي باقي البيجامات، عشان بس ما اطولش عليكم واقدر افيدكم بادق التفاصيل والاسعار. بس كده يا بنات، كده الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة من الافكار والاسعار لكل عروسة. وربنا يعينكم جميعا ويفرح كل البنات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.